طولت عليكم الغيبة، بصح ما رجعتش بيديا فارغين. راني جيتكم بالحلاوة، الله يحلي اياماتكم. وصفتنا اليوم تقريبا يتفق عليها الجميع انها من ألذ واروع واحلى الحلويات. وصفة البيتي فور بمقادير مضبوطة ومحسوبة كالعادة. أهم خطواتها وطريقة نجاحها وطبعا أسرار تحضيرها تلقوها في هذا الفيديو. لكن قبل ما نبداو الوصفة خلوني نرحب بكم في قناتكم، وإن شاء الله يا رب كون ضيفة خفيفة عليكم، نقدم لكم وصفات، نشارككم أفكار، نهمس لكم على حيل وتدابير مطبخية. ما رايحة نقول لك لا وصفة المحلات ولا خير من المحلات، جربيها وحكمي بنفسك. وبلا ما نزيد نطول عليكم اكثر، واش رايكم ندخلوا المطبخ ونحضروا الوصفه مع بعض؟ على بركه الله. رايحين نحتاجوا 220 غرام من المارغرين الطريه، 220 غرام من السكر العادي سكر حبيبات، اضفنا عليهم 100 غرام من الزيت، قرصه ملح، وملعقه صغيره من الفانيلا. رايحين نطلعوهم مليح بالخلاط الكهربائي بالباتور حتى يبيض الخليط. حاولي فقط حبيبتي انك تبعي الخطوات، لانه مثل هذه الوصفات الخطوات اهم كثير من المقادير. تقدري تعتمدي هنا في هذه المرحلة على العجانة الكهربائية البيترا. انا استعملت الباتور فقط لانه الكمية قليلة. وبعد ما يبيض الخليط كما راكي تشوفي في الفيديو رايحين نضيفوا البيض. بالنسبة للوصفة نحتاج 3 حبات بيض، رايحين نضيفوهم حبة بعد حبة، يعني كل ما نحط حبة نخلط مليح بدون ما نوقف الباتور حتى نكملوا 3 حبات. نذكرك اذا كنتي تشوفي القناة لاول مرة ولا خرجت لك بالصدفة تشوفي انها تستاهل تطلع وتستحق المشاهدة، ما عليك حبيبتي الا الاشتراك البارتاج والضغط على زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات. آخر مرحلة في تحضير وصفتنا لنهار اليوم هي إضافة الفرينة، طبعا اللي نكونوا غربلناها. أنا هذه المرحلة اختاريت أنني نغربلها أمامكم لأهميتها، لأن الفرينة المغربلة تساوي خفة البيتي فور. بالنسبة لكمية الفرينة اللي راح نضيفوها 450 غرام، وأيضا نضيفو 5 غرامات من خميرة الحلوى. نضيف الفرينة على دفعات ونخلط. هنا في هذه الملعقة راني أضفت 5 غرامات من خميرة الحلوى، ما يعادل نصف كيس. نعاود نخلط مليح حتى نتحصلوا على خليط طري. هذه المرحلة ما نكتروش فيها الخلط بالباتور، يعني بمجرد أن تختفي الفرينة نحبسه. هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه، عجينة طرية وسهلة أننا نخدموها في الكيس الحلوانية. في صينية مفروشة بورق الزبدة رايحين نشكلوا الحبات. أنا خدمت شكلين، خدمت الوردة والأصابع، كاين أشكال كتيرة ممكن تختاري منها. ننصحك أنك تفرشي الصينية بورق الزبدة. حلويات مثل هذه ما ننصحكش أنك تغامري وترشي الصينية فقط بالفرينة. نذكرك بمقادير الوصفة. خدمنا وصفة اليوم 220 غرام من الزبدة مارغرين طرية، 220 غرام من السكر العادي حبيبات، 100 غرام من الزيت، قرصة ملح، ملعقة صغيرة من الفانيلا غبرة، وأيضا خدمنا ب 450 غرام من الفرينة، 5 غرامات خميرة الحلوى.
هي الحلوى راها جاهزة في الصينية. نطيبوها في فرن نكونوا سخناه من قبل، تطيب على درجة حرارة 200 درجة مدة 10 دقائق. طيبيها حتى تاخذ اللون الذهبي. ها هي بعد ما طابت رايحين نوصلوا لمرحلة التزيين، وهي المرحلة الأخيرة في وصفتنا. لصق الحبات بالمعجون. طبعا في الوصفات التجارية يلصقوا بلاجولي، لكن أنا نفضل أنها تكون بالمعجون. استعملت معجون المشمش. شوفي كيفاش لصقت كل حبتين مع بعض وزينت بالشوكولاتة. طبعا 100 جرام من الشوكولا أضفت لها ملعقة كبيرة من الزيت وخلطت هكا حتى نخففها وأيضا تعطيها لمعان. أنا لصق الحبات الصابلي ولا حبات الحلوى بهذه الطريقة. في صحن نحط كمية من المعجون ونخدم بهذه الطريقة تجيني أسهل. تقريبا وصفتنا جاهزة. ها هي هنا بعد ما حطيتها تنشف، ورايحين نشوفوها بعد لحظات في طبق التقديم. في ختام هذا الفيديو ما بقى لي غير نشكركم على دعمكم وتشجيعكم للقناة. ان شاء الله نكون في مستوى خدمتكم بأحلى وأجدد الوصفات. تحياتي الكامل اللي تابعوني من داخل ومن خارج الوطن، وحتى نتلاقى بكم في فيديو آخر إن شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم مني الاجتهاد ومنكم التشجيع، والقادم أحلى. سلام.